وفي النهاية أنا مش بقول إن الراجل يبقى جبان ولا يسكت على الظلم ولا يسيب حقه. لو في فعلا اعتداء أو حد بيأذيك أنت أو اللي معاك، فده ما يمنعش إنك تدافع عن نفسك، وربنا برضو أمرنا إننا ما نتساهلش في حقوقنا. ولكن تحويل الخناقات إلى مقياس الرجولة هي دي المشكلة، لأنها بتطلع رجالة شايفين إن أي كلمة لازم الرد عليها بضربة، وأي خلاف لازم ينتهي بعنف، وده مش بيصنع رجالة أقوياء، ده بيصنع مجتمع كل واحد فيه بيحاول يثبت نفسه على حساب غيره. وأنا شايف إن الرجولة عمرها ما كانت في قوة إيدك، لكنها في قوة عقلك، في قدرتك إنك تسيطر على نفسك قبل ما تحاول تسيطر على غيرك. لأن أسهل حاجة في الدنيا إنك تضرب وتتغاشم، ولكن أصعب حاجة إنك تبقى قادر تضرب ولكن بتختار الحكمة. أما القوة اللي يقودها عقل ويقيدها مبدأ ويقودها ضمير اسمها رجولة. عمرنا ما هنطلع جيل سوي. ولو احنا فضلنا نربي أولادنا إنه لازم يكسب كل خناقة بدراعه مش بدماغه، لأنك لما بتعرف قيمتك وتعرف مكانتك هتعرف ترد على مين وما تردش على مين اللي ممكن تدخل في نقاش معاه